وعلى نياتكم ترزقون. عمرني عرفت المعنى ديالها حتى عشتها. ومرضي الوالدين عمرو يخيب، واللي سمع كلام اللي تبع كلام الوالدين ديما طريقه تكون مقاده وديما منقيه من الشوك. داكشي اللي طرا ليا. انا كنت واحد العائله نقولوا لاباس عليها، وخبا كان عنده طاكسي ولكن كان موفر لينا كل شيء اللي حلينا على فمنا نلقاها. نخرجوا نسافروا، هو يبقى خدام وحنا نمشيو نشدو كونجيات. احنا في هذه المدينه كان صراحه مهلي فينا. وكان هو واحد السيد اخر مصاحبين بزاف، وهذا السيد كيبيع الديسير. كانوا ديما كيتجمعوا يتشاوروا يتلاقاو ويخرجوا ويدخلوا. المهم فيما تسولي على با تلقاه مع داك السيد، او لا يسولوا على داك السيد يلقاوه مع با. صحبه قديمه من ايامات الزمان، وبا يدور حتى يعيا. ومع كان حتى داك السيد كيبيع الديسير حدا المحطه ديال الطاكسيات، يحط الطاكسي ديالو ويمشي عنده يجلس معاه وينقي الديسير وياكل كلشي فابور، كلشي ديالو يعني كتار من خوه. وقول فمو ضحك عليه. المهم كانوا صحاب وبزاف. واش نقول لكم، كنت انا باغا نقرا، كنت باغا نوصل بعيد، بغيت نخدم، بغيت الفلوس. المهم بغيت نجيبها بدراعي. خرجت من القرايه وجلست، وكانت واحد اختي كبر مني، كانت ما قراتش بزاف وجلست في الدار، ما باغا تدخل ما باغا تخرج ما باغا تقرا ما باغا حتى شي حاجه، جالسه في الدار تيتي نيني. انا لا، انا كنت النوع اللي كيفكر بعيد وكيشوف بعيد وباغي نوصل وباغا نجيبها بدراعي. مني حبست من القرايه مشيت عند بو هضرت معاه وقلت ليه انا بغيت نتعلم الخياطه، والبلاصه اللي حنا فيها ما كاينش. واحد خالتي ساكنه في واحد المدينه قريبه لينا، والخياط وداك اللي كيعلموا التكوين المهني قريب ليها. طلبته وما خسرش ليا، ما قالش ليا لا. صافي هضروا مع خالتي قالت لهم مرحبا ومشيت عندها. جلست معاها، خالتي كانت لا عمرها دار صراحه، ما دارت ليا والو. جلست معاها كنمشي للتكوين، كنجي لا كان فاش نعاون كنعاون، ما كانش راني جالسه كنتفرج او شاده التليفون. وبقينا على هذا الحال حتى واحد نهار با مشى عند امي. هو يقول ليها شوفي، قبل ما يمشي عند امي جا السيد جا عند با وقال ليه شوف، السيد واخا مصاحب مع با مده وزمان ما كيعرفناش، عمرو شافنا، عارف عنده البنات ولكن واش ديال الزواج واش ماشي ديال الزواج المهم ما عارفش. هو مشى عند با وقال ليه راه بغيت نزوج ولدي فلان الفلاني، حتى مره كيجي عنده داك ولده، راه بغيت نزوجو وما كرهتش نتناسب معاك. ايوا قال ليه مرحبا والف مرحبا. با ما خسرش ليه، حنتي كيف قلت لكم صاحبه الروح بالروح. وبا فرح ومشى طير عند امو قال لا، قال لها فلان الفلاني راه غاجي يخطب فلانه على اختي الكبيره، هو نوا اختي الكبيره هي اللي غيتزوج بداك السيد. ايوا صافي با ما قال تشاور مع البنت، ما قال تشاور تبا الدري ما تشاورش مع الدري. المهم الزواج ديال الوالدين. اختي الكبيره قالت لامي نو كحل عيونه، واش نتزوج انا بشي واحد ما كنعرفو ما كيعرفني حتى نشوفو ديك الساعه يكون خير. قال لي هبا مرحبا ماشي مشكل، نديرو التعارف ومريضنا ما عنده باس، انتي شوفي الدري والدري يشوفك. قلت لهم صافي. حد النهار المعلوم وجاو على هما جايين على نية تعارف؟ لا ابدا، جايين ناس يدي على نية زواج نيشان. الخطبه زعما الخطبه الكبيره، جايبين الخواتم جايبين التفول ما خلاو ما جابوا. اختي بدات كتدور في عينها، قالت ليه با شنو هادشي؟ قال لها شوفي انتي شوفي السيد عجبك هي هذيك، ما عجبوش ندير لهم غير خاطرهم وحتى دوز هاد الليل على خير. قالت لي بصح با؟ قال لها بصح. قالت ليه صافي. ايوا مشات دخلت خرجت، هي اختي هي اللي كانت كتسخر هي اللي كانت كتقضي، يعني شافتو وشافها وعرفوا ان هذيك هي العروسه ديال ولدهم زعما. ايوا صافي داز كلشي، داز الخطبه. ايوا مشاو الناس وهي تقول لاختي لبا شنو دابايا، انا الدري راه معجبنيش وما غنتزوجش بيه. قال ليها
كيفاش ما عجبكش السيد اللي عمرها دار وخدام وعنده طاكسي، حتى هو عنده طاكسي بحالو بحال با، ما يخصك معاه خير، ووالديه لا يعمرها دار وطرا. قالت ليه لا با، وانا ما كنحملش بحال هكا، وعلاش غتبزز عليا وعلاش هذا. وعارفين نتوما الحاجه ديال البزاز هي فاش كتنفرغها. ايوا با قال كيفاش غنتحشم انا مع السيد كيهضر مع امي؟ هضري مع بنتك، واش هي حمقى؟ واش انا وجهي فين غنديه؟ واش انا السيد عطيتو الكلمه وفي الاخر ما نوفيش؟ وانا قالت ليه امي زقا حبس، انا غادي نشوف، انا غادي نلقى الحل. مشات هضرت مع اختي حتى طابو فمها بالهضره، والو اختي اللي في راسها. ايوا يا سيادي، شكون اللي غيطيح ليهم في البال؟ انا منحوسه، ولكن لا. كملوا القصه. عيط لي با، هو يقول لي شوفي بعدا كي دايره لاباس هذا. قال لي راه المسخوطه ديال اختك رجعوا فيها الخطاب. قلت لي راني عارفه با، مالها؟ قالك حلفت متزوج بيه وما بغاتوش، وهي راسها قاصح وما كتسمعش الهضره، وانتي الله يرضى عليك، الله يغطيك ويفرشك بالرضا، عمرك ما كتقولي لي لا، وديما خاطري كيكون هو الاول. بدات كطلع معايا الصهده، شنو خاصك ياك لاباس؟ السيد انتي اللي غتزوجي به، حيت ما يمكنش ليا صاحبي نروح نردو. قلت لها ويلي يا با، واش هما جاو خطبوا في اختي وشافوا اختي وغتعطيهم انا؟ قال ليها ماشي مشكل، انا غنهضر مع صاحبي، هو حتى هو ما غيخسرش ليا وغيديري وعلى وجهي، والسيد راه لا يعمرها دار، كل ما كانش ولد الناس ولا يعمرها دار، راني ما نديرش فيك، راني ما نلصقش فيه هاد اللصقه. قلت ليه با انا ندير لك خاطرك على راسي وعينيا، ولكن انا راه ما يمكنش نتزوج بشي واحد ما كنعرفو ما كيعرفني. الا بغيتي نديرو نعرفو نهضر مع السيد ونتفقوا، وديك الساعه يكون خير، عاد ديك الساعه نرد عليك. قال لي سيري يا بنتي الله يرضى عليك، انا غادي نقولها لباه وباش ما كان غنرد عليك. قلت ليه صافي. سديت التليفون وجلست نخمم، ويلي على اللي باغا تولي خياطه كبيره، ويلي على اللي باغا تخدم، كي غندي ندير ليها. ايوا صافي بقيت كان راسي ديني وراسي جيبني. وبا مشى عيط على صاحبه بالعكز وقال لي شوف بنتي الكبيره راه ما بغاش تزوج، وعيت ما نهضر معاها، والصغيره راه قالت لك بغات تهضر مع السيد وتعرف فيا وياه، الا تفاهموا ان شاء الله يكون خير. صاحبه تا هو ماشي ما مصوقش، المهم خاصو يزوج ولدو البنت صاحبه. قال ليه صافي مرحبا. ايوا صافي عطاو نمرتي الولد عيط ليا، وهذاك اللي كتكوني غير دافعاه وهضر معاك بزز من فوق خاطرو، حسيت بها غير من التليفون. دار معايا نتلاقاو في واحد البلاصه قريبه ليا وليه. قلت له صافي مرحبا. ايوا مشينا، لا انا كنهضر لا هو كيهضر، غاديين كنتمشاو في ديك الجريده، كل واحد كيشوف في جهه. كيفاش غنبداو الهضره الله اعلم. درت عنده وانا نقول ليه شوف فلان، انا بزز عليا خاصني نتزوج بك، وعارفك انت باغي تزوج بيا غير بزز على حساب باك، دابا كي غنديروا لهاد الحريره. شاف فيا وقال لي صراحه هاد الهضره اللي بغيت نقول لك، وسمحي لي بزاف، راه ماشي على وديتك ولا حيت ما عجبتينيش، ولكن انا راه كنعرف واحد السيده وهي اللي كنت باغا نتزوج بها، ولكن با قال لي نونو كحل عيونو واش تاخذها، انا اللي غنشوف لك بنت الاصل وبنت الناس، وهذيك راه ما تسواش. ما عرفتش شنو كيعرف عليها اولا شنو شاف فيها، عمرو زعما كنظن سمع لها شي حاجه، المهم ما بغانيش نتزوج بها. واش حتى كنعرفها؟ ما عرفتش نهائيا. ايوا بقينا كنقولوا ودابا شنو غادي نديرو؟ قال لي شوفي انا با ما يمكنش ناخذ السخط ديالو، رضاتو عندي هي الاولى، ولكن والله ما عرفت شنو بالك نعطيو راسنا فرصه ونتعارفوا، وما تعرفي ربما يكون خير. شفت فيك لي صافي.
نديروها في يد الله. حتى انا ما نقدرش نخسر با ولا نخليه يسخط عليا اولا ما يرضاش قدام باك. ايوا من تما بدينا كنهضروا صراحه. هو لا عمر هضر لا من هضرت ولا من صوابو، غير اللي كيقلب على رضات والديه عمرك ما تخافي منه. من ديك الساعات بدات التليفونات وبدات الهضره، ولا يعيط لي ولا كيانسيستي باش نتلاقاو. عجبني الحال، حيت انا اصلا ما كانتش عندي شي علاقه قبل، اولا كنت كنعرف شي واحد ولا كنبغي شي واحد. هو عارفاه كيبغي ديك السيده. واحد النهار كنا خارجين وقلت له شنو دابا، قال لي غادي نتزوجوا. قلت ليه السيده اللي معاها، قال لي راه غادي نهضر معاها وغادي نقول راني ديجا قايله ليها قايل ليها ربا باغي يزوجني وراه ما بغاكش ليا، ولكن دابا غادي نقطع معها الهضره بمره. مادام نويت نزوج الا والعلاقه خصها تكون نقيه وعلى ثقه. قلت له متاكد ما غترجعش ليها وما غتندمش؟ قال لي متاكد وان شاء الله يكون خير. قال لي انتي طلعتي بنت الناس وصراحه عزيتي عليا. ايوا صافي من وراها يا سيادي بدينا كنوجدوا العرس. لا ماشي انا وياه، بوباه، ماشي حتى امي وامه، لا بوباه. يوجدوا في القاعه، وجدوا كل شيء، قلبوا على التريتور. المهم قادوا الامور هم فرحانين. داكشي اللي كانوا باغيين يديروه وصلوا ليه، باغي يزوجونا صافي زوجونا. ولينا حنا على طيب خاطر، ولا باغي ولا كيعجبني واش كنعجبو او لا مازال ما كنتش متاكده. درنا العرس ومشيت سكنت عنده. مشينا سكننا ومع ذلك ما تزوجنا وما كانش علاقه بيناتنا كالازواج، لا بقينا بحال اخوات في الدار وتا واحد ما ساق لينا الخبر. بغينا حتى نتاكدوا من هاد العلاقه واش غادي تكمل، واش هاد الحب غادي يبقى اولا الحب غادي يتولد من عنده هو. ايوا صافي بقينا حتى دازت عام بالتمام والكمال، وحتى تاكدت انه مبقاش كيهضر مع ديك السيده. وقبل بعد البنات من ندير العرس كنت كتوصلني الهضره من عند ديك السيده كتصيفطها ليا مع الناس. والله تنشوهم، والله تنمشي للعرس، والله تندير، والله تنفعل. هو كيف رانيها او الناس ما عرفتش. مني دازت عام ولا يقول لي والله لا شكون قال غادي نتزوجوا غادي نبقاو غادي نتفاهموا. عرفتي شنو كنقول؟ ناري بغا يزوجني بزز وكغندير مع المراه تسعه والله الا صدقتي من الناس. عاد ولات العلاقه بيناتنا عاديه كالازواج. وخا داك العام كامل كل مره يسولونا على الولاد، على الحماله، واش حامله، واش هذا شي في الطبيب، وخا حنا باقيين صغار لا انا لا هو، مع ذلك كيسولونا ديري فعلتي. وبدينا كنضحكوا وكنقولوا ويلك تي غتكون راجل اختي. ومني كيشوف اختي واختي مع واحد السيده اللي منغالقه على راسها وما دريه ما تقولش ليك غنتزوج، كيقول لي هاد النقاره الحمد لله الحمد لله ما بغاتنيش، الحمد لله باك اختارك ليا. وكنضحكوا. ومن وراء عامين من زواجي انا اختي عاد تزوجات، عاد سهل عليها الله ومشات لدارها. ومن ثم بدات حياتي الزوجيه طبيعيه جدا. راجلي بقى خدام في الطاكسي كيف قلت لكم، درنا دويرتنا بسميتنا، خرجنا من ديورة الكرا وكريت ليا واحد المحل ديال الخياطه، حيت راجلي ما منعنيش عليها بالعكس كيشجعني وبغانا نزيدو للقدام لا انا ولا هو. تبارك الله دابا عندي 3 الوليدات، جوج خرجوا برا، واحد في امريكان وواحد في دولة اوروبية. الصغيور باقي معايا ها هو حتى نشوفو تا هو فين غيتلاوح. قصتي قديمه شويه ولكن في بها بزاف ديال العبار. كيف كيقولوا دير النيه ونعس مع الحيه. انا درت النيه والثقه في با وقلبت على الرضا والحمد لله ما لقيت غير صفه النيه وصفه الخاطر. اكيد ما نقولش لكم ما كاينش المشاكل، ضروري ما غتلقاو مشكل 2 3 4 10، ولكن كتكون الحاجه زوينه طاغيه على الخيبه. الحمد لله انا ميسره وهو ميسر. ايوا هادشي علاش ربي يسر لينا وحياتنا وولادنا وعائلاتنا، كل شيء الحمد لله مزيان وكل شيء راضي علينا.
نتمنى تلقاكم قصتي وانتم في احسن الاحوال. تهلاو في راسكم بزاف، واللي عنده شي قصه يتواصل معايا في الرقم اللي كاين في القناه ويدير لي كومونتير، انا نتواصل معاه. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. مشكل قصه زوينه، ما كرهش القصص الزوينه اكثر، ولكن حتى الا كانت عندك شي مشكل نتحاوروا انا وياك، ونجمعوا انا وياك، ونطرحوا مشكلتنا على الناس. اكيد ان شاء الله ربي غادي يلقى ليها الحل، واكيد نتي غتكوني عبره لبزاف الناس اللي غياخذوا منك عبره وياخذوا من قصتك لقصتهم هما. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم.